وسنعطي الكلمة باسم الهيئتين الداعيتين لهذه الوقفة، الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ومجموعة العمل لمساندة العراق وفلسطين، يلقيها المناضل محمد المرواني. مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، السكرتارية الوطنية، الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، المكتب التنفيذي. إدانة قوية للحضور الصهيوني في البرلمان المغربي. علمنا في الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني وفي مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين بأن أحد عتاة الصهاينة سوف يحل بالبرلمان المغربي للمشاركة في اجتماع البرلمان الأورو متوسطي، ويأتي هذا العمل الشنيع والشعب المغربي يعد لمسيرته الكبرى من فاتح أبريل بمدينة الدار البيضاء من أجل القدس، وفي الوقت الذي يستعد فيه أحرار العالم للزحف نحو القدس لكسر الحصار عنها وإيقاف الجرائم الصهيونية ضد القدس وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها في إطار مسيرة القدس العالمية يوم 30 مارس الجاري. كما يتزامن استقبال صهيوني إرهابي بالبرلمان المغربي مع ارتفاع حدة الجرائم الصهيونية ضد غزة وعموم فلسطين. إن مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني تدينان بشدة هذا العمل التطبيعي المستفز، تطالبان بطرد الصهاينة من أرض المغرب وتؤكدان رفضهما المطلق لأي تطبيع مع الصهاينة تحت أي مبرر أو غطاء كان. وإذ تشكر الهيئتان حضوركم، وهذه المشاركة تدعوكم جميعا إلى مواصلة الكفاح والحضور واليقظة لمواجهة كل أشكال التطبيع الخيانية. وشكرا.